بنقول على السيبيبتايد ان هو الاندايركت ميجرمنت اوف اندوجينوس انسولين، يعني هو الطريقه الغير مباشره لقياس نسبه الانسولين. طب ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سيبيبتايد، تعرف ايه عن السيبيبتايد وايه علاقته بالانسولين وايه علاقته بمرض السكر؟ طبعا انت عارف ان البنكرياس هو المصدر اللي بيخرج منه الانسولين. خلايا بيتا في البنكرياس وهي بتفرز الانسولين بتفرزه في البدايه في صوره برو انسولين، ثم بعد كده يبتدي يتكسر الى برو انسولين. البرو انسولين ده وهو بيتكسر علشان يطلع الانسولين بيطلع كميه متساويه جدا بالتساوي. لو بيطلع جزء انسولين بيطلع قصاده كمان جزء من السيبيبتايد، وبالتالي الانسولين اللي هيتكون هيكون متساوي تماما مع السيبيبتايد، وبالتالي هو الاندايركت ميجرمنت للانسولين. بس الاندوجينوس اللي هو المصدر الداخلي اللي الجسم مكونه. طبعا السيبيبتايد ما بيقومش بدور الانسولين، يعني ما بيقدرش يقوم بخفض السكر، ولكن هو بيكون مور ستيبل، يعني اكثر ثباتا في الدم. نقول ان السيبيبتايد ينفع نستخدمها في اشهر او اهم من 3 حاجات. واحد، التفرقه بين نوعين من مرضى السكر، تايب 1 وتايب 2. ازاي؟ اننا قلنا ان السيبيبتايد بيتساوى مع الانسولين اللي خارج من البنكرياس، فلما بعمل سيبيبتايد لو كميته نورمال او كميته عاليه هاي بيكون ده تايب 2، لانه بيكون عنده سيبيبتايد وبالتالي هيكون المصنع بتاعه اللي هو البنكرياس تكون له انسولين. طب لو تايب 1 هيكون السيبيبتايد منخفض، هيكون اقل من القيم الطبيعيه، وبالتالي البنكرياس ما بيكونش سيبيبتايد وبالتالي ما بيكونش انسولين. تاني حاجه وهي اللي نعمل فولو اب للمريض اللي بياخد اكسوجينوس انسولين، اللي بياخد انسولين من مصدر خارجي. بعمل سيبيبتايد، لو كميه السيبيبتايد عاليه او طبيعيه يبقى اذا البنكرياس ما زال بينتج من الانسولين كميات كافيه، وبالتالي ممكن اقدر اقلله من كميه الانسولين اللي بياخده من مصدر خارجي واعتمد على الاورال، دي ادويه خافضه عن طريق الفم طالما المصنع بيكون سيبيبتايد. يبقى اذا فولو اب. تاني نقطه. ثالث نقطة من النقاط المهمة، لو أنا عايز أعرف أسباب الهايبوجلايسيميا، مريض عنده السكر منخفض طول الوقت، عايز أعرف المشكلة فين، بعمل سيبيبتايد. لو السيبيبتايد طلعت هاي كميتها عالية يبقى قد أشك إن يكون عنده انسولينوما، اللي هي تيومر أو ورم في البنكرياس بتفرز كمية انسولين كبيرة جدا لدرجة إن هي بتخفض السكر بقدر كبير جدا عن المطلوب. طب لو طلعت السيبيبتايد نورمال أو لو يبقى إذا لا، المشكلة هنا مش انسولينوما أو مش ورم بيفرز انسولين، لا، ممكن يكون المريض بياخد اكسوجينوس انسولين بكميات زياده، بياخد انسولين من مصدر خارجي او ادويه اخرى بتخفض السكر، فبيكون السكر عنده منخفض بشده. المريض اللي بياخد انسولين من مصدر خارجي ما عادش ينفع اقيمه باستخدام ان انا بعمل تحليل انسولين. ليه؟ لان هو خلاص بقى عنده انسولين من مصدر خارجي زائد الانسولين بتاع جسمه، فمش هقدر اقيس كميه الانسولين واقول هي انهي نوع. العينه وايه شروط السيبيبتايد؟ هل له شروط؟ طبعا السيبيبتايد بيتعمل من عينه سيرم، نسحب للمريض ده يكون صايم 8 ساعات زي صيام السكر بالظبط. ودي تكون كل حاجه عن السيبيبتايد. لو في حاجه مش واضحه كلمني وهرد عليك. سلام.